كأس الكونفدرالية الإفريقية تولى مهمة التنفيذ في الأنفاس الأخيرة من مواجهة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. خالدي من أمام محمد سلمان، خالدي أو محمد سلمان، خالدي أو محمد سلمان. يلا يا خالدي فكر ملعب 5 جويلية. يلا يا خالدي، 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 يلا يا خالدي. جول 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 جول. خالدي يفتتح مجال التهديف لصالح فريق اتحاد العاصمة في الأنفاس الأخيرة من مواجهة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ويلهي ملعب 5 جويلية الأولمبي. هذه دقائق صعبة الآن على فريق اتحاد العاصمة. نلعب اللحظات الأخيرة من مواجهة الاتحاد والزمالك المصري. أخيرا الاتحاد فك شفرة دفاع الزمالك المصري في اللحظات الأخيرة، وسيناريو إتشكوكي عرفته المباراة النهائية بملعب 5 جويلية الأولمبي. هنا كان الاتحاد قريبا من الخسارة في هذه المباراة بعد أن منح بيريزا الأسبقية للزمالك المصري قبل أن يقرر حكم المواجهة العودة إلى تقنية الفار ويلغي هدف الزمالك المصري ويمنح في نفس اللقطة ركلة جزاء ينفذها خالدي بنجاح ويمنح الأسبقية لفريق اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0 في ملعب 5 جويلية الذي سيكون شاهد على أحداث تاريخية عاشها فريق اتحاد العاصمة وعاشها أنصار الاتحاد وعاشها كل من حضر وشجع ونصر هذا الفريق الجزائري مشرف الراية الوطنية في المحافل الدولية في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية. يقطع شوط كبير من أجل إضافة لقب ثاني إلى خزائنه، لقب قاري، ولمن إن شاء الله لقب قاري آخر عندما يخوض نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام بطل رابطة الأبطال الإفريقية. يلا الاتحاد، يلا يا بلوصيف، يلا يا بنزازة، يلا يا بريلي، يلا يا خالتي، يلا يا ديري، يلا يا جمالون، يلا يا. أفكر مستمعينا الأفاضل بتشكيلة فريق اتحاد العاصمة في هذه المواجهة بدون تغيير. لامين دياي يلعب به أسامة بن بوطة في حراسة المرمى على الجهة اليمنى، رضواني على الجهة اليسرى، أيضا بلوصيف في محور الدفاع، كل من ديري وجمالون في وسط الميدان، بنزازة، مريلي، وقبل ذلك كرة خاطرة لصالح فريق الزمالك المصري خرجها حسين ديري إلى ضربة ركنية، وأول ركنية في هذا الشوط الثاني بالنسبة لفريق الزمالك المصري بعد مرور 56 دقيقة من انطلاق المواجهة. كما قلت في محور وسط الميدان يلعب كل من إيمي جينيور، بنزازة، وأسامة مريلي، إضافة إلى زكريا دراوي، وفي الخط الهجومي خالدي وكما كاتي مسجل هدف نهائي كأس الجزائر أمام فريق شباب الوزداد. اللعبة دائما لصالح فريق الزمالك المصري، وهو الركنية في هذا الشوط الثاني يقوم بها محمد شحاتة متوسط ميدان فريق الزمالك المصري. الكرة عرضية يخرجها سعدي رضواني، يطلب من زملائه الخروج من منطقة العمليات. دائما الكرة لصالح فريق الزمالك المصري على الجهة اليسرى إلى أحمد فتوح، يتحصل عليها شيمالون من أمام فرانسيسكو، ضربة 5 أمتار و50 لصالح فريق اتحاد العاصمة عن طريق أسامة بن بوطة.